واحد كيلو 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 كيلو، والقطة وزنها 3 كيلو. حد يقدر يقول لي وزن القطة لحظة سقوطها؟ حد ذكي، حد ذكي منكم يا اساتذة؟ هيبقى وزن القطة 3 كيلو جرام برضه لحظة السقوط. شت. فعلا السؤال ده مش محتاج ذكاء، ده محتاج غباوة كبيرة. اقول انا يا استاذ؟ اتفضل يا ابني. بسم الله الرحمن الرحيم. الاجابه وزن القطه لحظه السقوط يساوي 7 كيلو متر. كيلو متر ايه؟ الله. كيلو جرام معلش. قال كيلو جرام. متر ايه وجرام ايه؟ 7 كيلو ازاي؟ بس يا ولد، بس يا ولد، انت هتناقش؟ هتناقش؟ كان كام سرعة العربية؟ قول لي، اتفضل قول. اهو سؤال اهو سهل. اتفضل، سرعة العربية كانت كام؟ كانت 120 كيلو. 120 كيلو في الساعة، عربية 1100. لما القطة حست بالخطر هي وعيالها عملت ايه؟ ايه؟ كانت عيالها يا استاذ. اظن يا اولاد كلنا متفقين على الموضوع ده. ايوه. وفي اللحظة ديت اول حاجة نعملها نروح على طول مطبقين قانون القطة اللي هو بعد اذنك بس. الكات لو. الكات لو. هاي يا اولاد وزن القطة، طبعا انا هكتب قاف عشان بس تبقوا فاهمين. وزن القطة لحظة الصوت. خليك في حالك، انت مالك انت؟ بس يا اولاد، بس يا اولاد، عايزين ببرونهات ولا ايه؟ معلش. ها؟ لحظة القطة، وزن القطة لحظة الشروط ركز طيب. القانون ده بيساوي وزن القطة الأصلي، وزن قاف الأصلي زائد قاف واحد. قطة واحد يعني. تمام تمام. قاف ما تفتكرش القناة واحد يعني. قناة 2 وقطة 2 زائد قطة 3 واضحة اللي هي 3 زائد قطة نون. الله عليك. قطة نون، واللي بيسموها في مدارس اللغات قطة ان. قطة ان. هاي يا ولاد. لو قلنا هنطبق قانون القطة بس على غزالة شردة نتاية، ونفس السرعة اللي كانت فيها القطة فيها الغزالة، والغزالة بس المرة دي معاها ابنها الوحيد لسه رضيع، لسه رضيع. تقدر تقول لي يا ابني وزن الغزالة لحظة سقوطها؟ هنطبق قانون كاتلو. هايل صح كده؟ هايل. اخيرا هيبقى 50 كيلو جرام وزن الغزالة الله عليك. زائد اللي هو 6 كيلو وزن ابنها، هيبقى 56 كيلو جرام وزنهم لحظة سقوط. شت. ايه؟ يا بني آدم اسمعني، عمرك في حياتك سمعت ان في غزالة كلت عيالها؟ في حياتك؟ القطة بس هي اللي بتاكل عيالها. الغزالة وزنها 50 كيلو وهيفضل 50 كيلو. انت ايه يا ابني؟ ما عندكش قلب؟ ايه؟ قلبي ايه؟ ما عندكش قطط؟ وانا مثلا انت مالك انت؟ اوعى تسخر من زمايلك لحسن إيه؟ ربنا يعمل فيك زي ما عمل فيهم. اوعى. ادي لك انت هو فرصه، السبب. سيب زمايلك ده اللي عايزين يخدموك يا ابني. هدي لك فرصه اخيره. اسمعني، انت طبعا عارف قانون القطه. اسمع بقى. عارف قانون القطه اللي هو اسمه ايه بالانجلش؟ الكات لو. قول زي زمايلك. الكات لو. يلا يا محمود. الكات لو. يلا قول يا محمود. انت مالك؟ كات. مش هقول انا. محمود ما بتردش ليه لما بترد؟ هرد اقول ايه؟ قول له يا غالي هرد على حاجة. ايه اصلا؟ انا مش بقول لك يا محمود ليه ما بتردش؟ ما اسميش، ما هرد على اسمي غير اسمي، ما اسميش محمود انا. اول حاجه هنطبق ايه؟ قانون كاتلو. الله عليك. اللي ما قلناش غيره ده. الله عليك عظيم. اتفضل. هيبقى 3 كيلو وزن القطة أيوة. زائد 4 كيلو وزن عيالها، هيبقى المجموع كله 7 كيلو جرام وزن القطة لحظة سقوطها. غلط هو ايه غلط 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 يا ابني. كابتن حرام انت عليك. غبي والله العظيم غبي. انت على فكرة انا همد ايدي عليك، اوعى ايدك كده. اقول انا. اتفضل يا بسم الله الرحمن الرحيم. بما ان القطط بتاكل وتنكر، اذا بالتعويض في القانون وزن القطه الاصلي اللي هو 3 كيلو زائد 0 يساوي 3 كيلو متر. الله، انت ايه الكلام ده؟ اتفضل يا ابني. اتفضل. يغور. اتفضل اطلع بره. يغور ده غبي. ايه ده؟ اتفضل اطلع بره. ضيعت ايه ده؟ اتفضل اطلع انت بره. غبي انا والله العظيم. اتفضل اطلع بره. غبي. يا استاذ ما اقعد يا ابني. انت مش اقعد. هتقعد. انا عايز افيدك. اتفضل اقعد. مش هقعد. انا سحبت الكارت الاحمر. اتفضل اقعد. طيب مش عايز تقعد غور في 60 داهيه، بس قبل ما تمشي تسيب بقول ال لك 50 ايه، مش جنيه. هسيب 50 ايه؟ تسيب ال 50 جنيه بتوع الدرس. 50 جنيه؟ مالكش دعوه، اوعى ايدك مني، مش هقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الاجابه عشان مصلحه. ده العبيط ده، انت غبي قوي على ايدك. ده المدرس. يلا يا جهات مع بعض. الكات لو.
هناك انتخابات في قانون ثاني القادم. تواصل محاصرتها كمال جبر، تلفزيون الراي، بغداد.